باستهدافها لقاعدة الملك فهد الجوية عبر صاروخ باليستي جديد من طراز سكود أطلق عليه بركان واحد. تجاوزت القوة الصاروخية للجيش اليمني الحد الجنوبي ووصلت إلى العمق السعودي في تطور نوعي يجعل معظم مدن المملكة هدفا لضربات الجيش اليمني. صاروخ بركان واحد هو صاروخ سكود يصل مداه إلى 800 كيلو، وهذا من فصيلة بركان واحد، ولدينا فصائل قادمة إن شاء الله بركان 2 و3، وبالتالي تكون كل دول العدوان في مرمى الصواريخ اليمنية. وبالرغم من الحصار والعدوان إلا أن الجيش اليمني تمكن من تطوير ما يربو على 10 صواريخ باليستية وبأيد محلية بدءا من تشكى والقاهر وزلزال وصولا إلى البركان واحد، وجميعها شهدت تطوير متواصل من حيث المدى ودقة إصابة الهدف. عدد الصواريخ التي طورتها المنظومة الصاروخية أو الوحدة الصاروخية في اليمن تصل إلى من 10 إلى 15 نوع، والذي رأيناها متنوعة من تشكى إلى القاهر إلى زلزال إلى بركان إلى ما زالت هناك منظومة أو صواريخ لم يكشف عنها حتى الآن. ضباط في الجيش اليمني أشاروا إلى أن الخيارات الاستراتيجية التي تم الإعلان عنها في وقت سابق والتي تعد القوة الصاروخية واحدة منها لن تنتهي عند هذا الحد، بل إن هناك منظومات جديدة من الصواريخ سيتم إدخالها إلى خط المواجهات بإمكانها أن تصل إلى أبعد مما وصل إليه صاروخ بركان واحد. ما زالت بركان واحد، ولدينا أكيد ما بعد واحد، وما بعد واحد سيكون أشد إيلاما عليهم، وسيصل إلى عمق المملكة. إذا كانت الآن الطائف، فغدا لا نستبعد أن تكون الرياض أو جدة، لا تكون محطات التحلية، محطات الكهرباء، سنعاملهم بالمثل. انتقال الجيش من استراتيجية الدفاع إلى الهجوم بدأ يأخذ حيز التنفيذ على أرض الواقع. يرى مراقبون أن الجيش اليمني استطاع من خلال تطويره للقوة الصاروخية من خلق توازن استراتيجي جعل العدو يعيش حالة من الارتباك والتخبط، ويرون أن الجيش اليمني أصبح يمتلك زمام المبادرة في ردع العدوان وفق المتغيرات الميدانية. خالد الصايدي، العالم، صنعاء.